ايه الفرق ما بين منطقة الحزام الأخضر ونيو زايد؟ أول حاجة في فرق في شروط المباني. منطقة الحزام الأخضر منطقة إسكان فاخر، وهي فيلل فقط، يعني أرضي وأول ورود، فمش هنلاقي فيها أي شقق. ما بين إن منطقة نيو زايد فيها ارتفاعات، فنقدر يبقى فيها مباني وشقق. ونقدر نشوف على الخريطة هنا حدود المنطقة بتاعة الحزام الأخضر وحدود المنطقة بتاعت نيو زايد. في منطقة معينة في الحزام الأخضر اللي هي تبع بوابة 3 وبوابة 2 أنا شايفة إن هي مميزة جدا وأميز كمان من نيو زايد، لأن احنا مستفيدين بالارتفاعات القليلة وفي نفس الوقت قريبين من الشيخ زايد القديمة وفي نفس الوقت قريبين من الشيخ زايد الجديدة، فهي من أميز الأماكن اللي ممكن تشتروا فيها الفترة الجاية. وكمان منطقة الحزام الأخضر ناحية أكتوبر مميزة جدا لأنه فيها الجولدن سكوير اللي هيبقى فيه ماونتن فيو، مشاريع نيو جيزة، أكتوبر بلازا، وكل المشاريع المعروفة كمان، غير ان انتوا تقدروا تاخدوا سعر مميز جدا في المنطقة دي. ده ملخص عن الفرق ما بين المنطقتين، وتقدروا تكلمونا في اي وقت وتعرفوا تفاصيل اكتر.